صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين. هعمل النهاردة صينية فراخ بالبطاطس. بس الحقيقة هي مش صينية فراخ بالبطاطس كده اللي احنا متعودين عليها بنعملها. لا، كده انا هضيف تركاية كده من عندي. انا هعمل الفراخ محشية بالرز عليها، وهحطها على الصينية بتاعت البطاطس دي. هتطلع معايا تجنن. قولولي رأيكم في الكومنتات، اعملوها وجربوها كده هتعجبكم ان شاء الله. دي حجم الفراخ اللي انا استخدمته. انا غسلتها هنا كويس وسبتها في المصفى تتصفى. وجيت بقى احضر الخلطة بتاعتي. جبت بولة بشرت فيها 4 بصلات كده، بشرتهم بشر ناعم. وجبت طماطمايه وبشرتها بشر ناعم، وفلفلايه بشرتها برضو بشر ناعم. وتقدروا تضيفوا فلفل حامي لو حابين. دي البهارات اللي انا هستخدمها: معلقه توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود، ومعلقه بابريكا، ومعلقه 7 بهارات، وربع معلقه قرفه، وليمونه، ومرقتين دجاج، والخل. كده انا نزلت بقى بالبهارات بتاعتي دي على الخلطه، على البصل بالطماطم بالفلفل. واضيف شويه خل كده عشان يطعمها ويخليها كده محدقه شويه وطعمها حلو. كده انا قلبتهم بقى، بصوا على بعض. جبت بقى ابتديت اجيب فرخه فرخه احط عليها الخلطه دي. وكمان ما ننساش نحط من الخلطه دي تحت الجلد عشان بتدي كده طعم للحمه حلوه قوي. ونخلي بقى الفراخ شويه كده في التلاجة عشان تتشرب الخلطه دي كويس قوي، بتديها طعم حلو قوي في الاخر. بقى معايا هنا شويه الكبد والقوانص. وشربت شويه خلطه، حطيتهم بقى كده مع بعض وقلبتهم على بعض. وهقول لكم بقى هنعمل معاهم ايه. جيت بقى احضر الرز بتاعي. جبت حله على النار، بشرت فيها بصلايه كبيره بشر ناعم، وفلفلايه، وتقدروا تضيفوا فلفل حامي لو حابين. ونزلت كده بمعلقتين كبار من الزبده. وبعدين هضيف شويه زيت عشان الرز بتاعي يبقى مفلفل كده وما يعجنش معايا. وده كده سر من اسرار الرز المفلفل، اللي هو تستخدمي الزيت والزبده. وبعدين حطيت كده نص معلقه فلفل اسود، وحطيت مرق الدجاج قلبت بقى كويس كده. المهم ان البصله بتاعتي انا مش عايزاها تتحمر معايا عشان يبقى لون الرز حلو وما يغمقش خالص معاكم. فهي مجرد بس تقليبه كده وتسيحي معاها الزبده. هنا بقى نزلت بالرز بتاعي. كميه الرز هتعملوها على قد عدد الفرخات اللي انتوا هتعملوه هتحشوا فيه. يعني انا ده الرز اللي انا هحشي بيه الفراخ بتاعتي. تمام. وهو حتى لو اتبقى يعني رز معاكم فبيكون طعمه حلو جدا، تقدروا تقدموه جنب الاكله دي. وهنا انا ضفت بقى الميه بتاعتي زي سوى الرز الابيض العادي، وحطيت الملح بتاعي. طبعا الملح على حسب ما انتوا هتدوقوا كده وتشوفوا الملح عايز ملح قد ايه وتحطوا. تمام كده الرز بتاعي استوى. هبتدي بقى اضيف الكميه اللي انا هحشي بيها الفراخ على الكبد والقوانص بقى والخلطه دي. طعمها يجنن. بصوا كده انا حطيت بقى الرز وقلبتهم سوا وحشيت الفراخ بتاعتي. جيت هنا بقى بصينيه قطعت الجزر بتاعي، قطعته طرنشات كده بالسمك كده. وقطعت البطاطس كمان طرنشات. المهم الجزر حاولوا تقطعوه رفنع شويه عشان يستوي، لان الجزر بياخد سوا اكتر من البطاطس، فبلاش يبقى تخين معاكم يعني. وجبت طماطم قطعتها طرنشات بالشكل ده كده ورصيتها على صينيه البطاطس. وكمان جبت فلفل رومي وفلفل حامي قطعته كده طرنشات. طبعا لو مش حابين شطة او الفلفل حامي تقدروا تشيلوه، ما تحطوش فلفل حامي عادي، مفيش اي مشكلة. هو الفلفل الحامي بس كده بيدي طعم كده يجنن. انما لو مش حابين مفيش مشكله. وجبت كده بقى الفراخ بتاعتي. بصوا انا كده حشيتها تمام، وابتديت ارصها على صينيه البطاطس بالجزر. حطيتهم بالشكل ده كده ودخلتهم على الفرن. آه مش قادره اقول لكم بقى الريحه تحفه حلوه قوي. بصوا شكلها. وطلعتها على الشوايه تاخد بقى اللون الجميل القمر ده. بصوا الجمال. اكله سهله وبسيطه وما خدتش معانا اي وقت. بصوا بقى. بصوا الفرخه تبتدي تقطعيها بقى كده من النص، تاكليها زي ما انتوا عايزين بقى. بصوا الجمال. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا شير كتير.